أحبائي متابعي قناة المدرج الأهلاوي، أهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة ولقاء جديد، بس في الأول إيديكم على اللايك والشير والاشتراك في القناة. طيب دي، طيب ودي، أظن مفيش أي واحد متابع لكرة القدم المصرية إلا وعارف تفاصيل الصور ديت وإيه هي حكايتهم. وفي الوقت ده مرتضى منصور كان كل شوية يطلع ويقول استنوا صفقة القرن، استنوا صفقة هتهز الوسط الرياضي وهتوقع النادي الأهلي وهنفضيه من نجومه، وكلام كان مستفز كتير قوي. وطبعا المعروف عن التصريحات دي انها بتتقال علشان يكون ليك دعم ومسانده من الجمهور ليك. والحقيقه مرتضى منصور كان شاطر قوي في الحته دي، واللي حصل في موضوع عبد الله السعيد والخطا اللي عمله نادي الزمالك في انه يحصل على توقيعه دفع ثمنه غالي قوي، وهنعرف ليه. في البدايه اللي حصل وازاي لاعب كان النجم الاول في النادي الاهلي وكان بالنسبه لجمهور النادي الاهلي خليفه امير القلوب محمد ابو تريكه بالسهل كده يروح ويمضي النادي الزمالك من غير كوبري او معديه حتى، ده حتى يبقى عيب. اللي حصل في البدايه ان عبد الله السعيد وكيله سيد مرعي كلمه وعرض عليه فكره انه يلعب لنادي الزمالك، ورد عليه عبد الله السعيد وقال له انا لاعب محترف ومفيش مشكله ان اروح نادي الزمالك. وبعد المكالمه دي وكيله كلم مرتضى منصور وساله عن رايه في انه يضم عبد الله السعيد. في الاول مرتضى منصور قال انا مش عايز ادخل في مشاكل مع النادي الاهلي وخصوصا في الجزئيه دي، بس لو النادي الاهلي وعبد الله السعيد ما وصلوش لحل في مساله تمديد عقده انا موافق انه يجي نادي الزمالك. وطبعا بالنسبه لمرتضى منصور حاجه زي دي كان هيعلم بيها على الكابتن محمود الخطيب ومجلسه، لان كان بينهم خلافات جامده جدا، وحاجه زي دي جات له على طبق من ذهب في انه يتعاقد مع اهم نجم في النادي المنافس ليه. وفعلا النادي الاهلي عرض عليه 10 مليون في الموسم الواحد، وكان في المقابل عرض نادي الزمالك كان اكبر بكتير وخد مقدم تعاقد 40 مليون جنيه، عشان كده كفه نادي الزمالك كانت الارجح وحصل على توقيع عبد الله السعيد. طيب النادي الاهلي هيسكت؟ اكيد لا. ازاي هيقبل ان نجم الفريق الاول يروح كده بالساهل؟ وراح مسؤولين النادي الاهلي قعدوا مع عبد الله السعيد وتراضى ماليا وخلوه يرد مقدم التعاقد اللي خده من نادي الزمالك. والنادي الاهلي بعد ما مدد له عقده على طول قال له يلا انت بره النادي. طب النادي الاهلي هيسكت؟ اكيد لا، وكان لازم يرد القلم بثلاثه. والقلم الاول كان في يوم 13 ديسمبر سنه 2019 لما النادي الاهلي اعلن التعاقد مع محمود كهربا بعقد لمده 4 سنين ونص. ومحمود كهربا بالنسبه لنادي الزمالك كان منجم ذهب بسبب الاعارات اللي كان بيطلعها والاستفاده الماليه بشكل كبير من وراه، عشان يجي النادي الاهلي ويقفل حنفيه الفلوس دي ويتعاقد معاه. والقلم الثاني بعد كده كان في 18 يوليو سنه 2023 والنادي الاهلي يتعاقد مع امام عاشور بعقد لمده 5 سنين، عشان تكون الضربه الثانيه في ان النادي الاهلي يتعاقد مع واحد من اهم نجوم نادي الزمالك. والقلم الثالث بعد كده في يوم 30 واحد سنة 2025 لما النادي الأهلي أعلن التعاقد مع أشرف بن شرقي، والصفقة دي تعتبر الأهم لأن أشرف بن شرقي كان ليه مكانة خاصة عند جمهور نادي الزمالك بشكل مش طبيعي، دول كانوا مسمينه بن قلبي مش بن شرقي. ده غير إنها صفقة كانت ضربة صعبة لجمهور نادي الزمالك، لا ده كمان كانت ضربة لمجلس إدارة نادي الزمالك لأنه مش عارف يتعاقد لا مع صفقات محلية أو أجنبية، والمفروض لاعب زي أشرف بن شرقي يكون مجلس إدارة نادي الزمالك يتعاقد معاه، لان بعيد عن المستوى الفني المميز ليه كلاعب دي كانت صفقه جماهيريه من الدرجه الاولى وكانت هترجع الثقه تاني بين جماهير نادي الزمالك ومجلس الاداره. بس بقى النادي الاهلي كان ليه راي تاني. وبالنسبه لشويه المحنكين اللي بيقولوا طب ما هو نادي الزمالك اتعاقد مع ناصر ماهر واحمد حمدي وعبد الله السعيد، يا حبيبي انت بتقارن مين بمين؟ بس ما علينا. وانا قلت في بدايه الحلقه ان دول كانوا 3 اقلام. طيب معلش انا بتاسف علشان ممكن يكونوا 5 مش 3، مش محتاجين نوضح اكتر من كده. وهنا بتخلص الحلقة، واستنونا الحلقة الجاية، بس يا ريت ادعمونا باللايك الجميل والاشتراك الأجمل، ونشوفكم في حلقة جديدة.